كل حاجة في الدنيا ربنا خلق لها نظريتين، وعليك انت تختار النظرية الصح. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل وخلق منه الست، يعني كيان واحد بس بقيهم اتنين. كلام كويس. بندي مثل بسيط على موضوع حماس وغزة وفلسطين والقصة اللي بيحصل فيها دي. في ناس بتقول لك لا، ده هم حركوا القضية دي، القضية كده هم حركوها وهم معاهم يعني. وفي ناس تانية بتقول لك لا، ما هو ما كانش ينفع إلا لما أعد لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. أنا مش هعدي البحر يا جماعة بمركب مكسرة، هعديه إزاي؟ أكيد هاجي في النص وهغرق. إلا من رحم ربي بقى، ارميني البحر وإذا ربنا اداني العمر هحيا. فده نظريات في الحياة. هنا بقى لما نيجي نختلف بينا وبين بعض على الجزئية دي أو مثلها، ما نتخانقش مع بعضينا.